إذن الأخبار تتوارد حول صيغة لتفاهم بين الجانبين بعد 5 أيام على العدوان الإسرائيلي الذي تواصل على شعبنا الفلسطيني واستبسال المقاومة ردا على اغتيال قادتها واستهداف المدنيين في منازل سكنية عدة. أكثر من 18 منزلا تم تدميرها، وعمليات الاغتيال التي جرت حوالي ل6 من شخصيات وقيادات المجلس العسكري لسرايا القدس في قطاع غزة. الحديث يدور عن أن اتفاقا مصريا فلسطينيا بين الجانبين يرمي إلى وقف لإطلاق النار. هذا الاتفاق سيتم تطبيقه وتنفيذه خلال الوقت القريب القادم، على أن يبنى عليه فيما يتعلق بوقف استهداف المدنيين وقتل الأبرياء، وأيضا استهداف المساكن والبيوت التي طبعا جرى في الآونة والساعات الأخيرة التصعيد في حقها وحق ساكنيها، التي طبعا ظهرت من خلال الفيديوهات. هناك بيان رسمي أيضا للوسيط المصري الذي سيتحدث. طبعا المعلومات أشير إليها وفق أكثر من مصدر مسؤول لقناة القاهرة المصرية، التي أشارت عن مصدر رسمي مسؤول مصري أن هذا الوقف الذي سيجري بين الجانبين سيبدأ تنفيذه في تمام الساعة 10 من مساء هذا اليوم، وأن الجهاد الإسلامي وافق على المقترح المصري، وأن الكيان الإسرائيلي أيضا وافق على هذا المقترح، على أن تكشف الساعات القليلة القادمة طبيعة ومصداقية هذه الأنباء التي يتم ضخها بشكل كبير عبر وسائل الإعلام وعبر شاشات التلفاز وعبر منصات التواصل الاجتماعي. نذكر فقط بأن هدوءا حذرا لا زال حتى الآن متواصلا في أعقاب الساعة الأخيرة التي شهدت سلسلة من الغارات الجوية وأيضا رشقات صاروخية نفذت من قبل المقاومة باتجاه الكيبوتسات والمواقع والبلدات المحتلة.